اللي انا عايز اقوله يا سيادة الرئيس ان الحكومة بتاعتنا حكومة رشيدة، حكومة رشيدة حقا، بتجمع الفلوس والعملة الصعبة من السوق السوداء من اجل مصلحة هذا البلد. ومن منا ضد مصلحة هذا البلد؟ ها؟ لا احد بما فيهم هذا المتهم، ولكن ايضا من منا لا يتعامل بالعملة الصعبة. ان اريد ان اقول يا سيادة الرئيس، القضية ايها السادة تحتاج الى ضمير اكثر من حاجتها الى قانون، تحتاج الى روح العدالة اكثر من حاجتها لتفسيرات محكمة النقد. وهكذا يأتي السؤال ايها السادة، اذا كان رب الدار بالدف ضارب فلماذا لا يرقص اهل البيت؟ موكلي كان يرقص وليس هناك قانون ايها السادة يمنع الرقص. هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟